عارف إيه أخطر إحساس ممكن تعيشه؟ إنك تكون عايش حياتك وخلاص، تصحى، تذاكر، تنزل، ترجع، وتفتح الموبايل وتنام وتصحى وتعيد نفس اليوم تاني، من غير ما تعرف أنت بتعمل كل ده ليه أصلًا. الناس فاكرة إن المشكلة في التعب، بس الحقيقة إن المشكلة إنك بتتحرك من غير اتجاه. كل يوم بيعدي وأنت حاسس إنك مش قريب من أي حاجة، لا حلم واضح ولا هدف واضح ولا حتى عارف أنت عايز تبقى مين. ومع الوقت بتستهلك نفسك وبتحس إن الأيام كلها شبه بعض، وإنك عايش على وضع النجاة وبس. وأخطر حاجة إنك تتعود على التوهان وتقنع نفسك إن كل الناس كده. بس الحقيقة أول ما يبقى عندك هدف واضح بتكتشف قد إيه كنت بتضيع وقتك وطاقتك في حاجات ملهاش أي لازمة. ما تخليش حياتك تبقى مجرد حركة، لازم يبقى ليك اتجاه حتى لو هدف صغير. لأن الإنسان من غير هدف بيفضل عايش بس عمره ما بيحس إنه بيتقدّم. عشان كده لازم تستغل الأجازة دي وتخلّيها نقطة تحوّل حقيقية تلاقي فيها اتجاهك. وتابعنا عشان تعرف أكتر عن البرنامج اللي هنجهّزه ليك الأجازة الجاية.